بعد ما غادي نحل غادي نلقى هذاك الحامض اللون ديالو كحال. ملي كيكحال اللون ديال الحامض كنعرف بان العسل ديالي راه وجد تماما ولا جاهز. هنا حاولت نقرب معكم الصوره اكثر بوضوح باش يبان لكم يعني العسل كيف ولا. راني درت فيه اضاءه باش يبان اللون ديالو. وغادي نحيدو هذيك الكميميسه ونحيدو هذيك العود القرفه ونحيدو النصف الحامضه. شفتوا اللون ديالها كيف كيولي. وغادي نوضعوا هذا العسل ديالنا في شي اناء او قريعه اللي غادي نقدروا نحتفظوا بها. وها هو العسل ديالنا جاهز للاستعمال وكيخرج لنا كميه ما شاء الله. يعني لتر من الماء وكيلو 2 كيلو من السكر كتخرج ليا تقريبا 3 كيلو ديال العسل. وكما كتلاحظوا هذا هو اللون ديالو والتنسيمه ديالو في الحقيقه كتجي هائله بالزعتر والحامض والقرفه. وهذا هو العسل ديالي. اذا غادي ندوزو باش نحضروا المقروط ديال الشهده او شهده العسل. وغادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجوها الحشوه ديال التعمار ديال هذا المقروط. غادي نحتاجو الكميه من اللوز والجوز وكاوكاو. انا هرمشتهم بهذا الشكل هذا يعني نفس العبار اللي خديت به. هاد المكسرات هاد الجبانيه هذه عبرت بها زليفه ديال التمر مقطع هاد المعجن هذا. وخديت زليفه ديال الشوفان بعد ما حمرته وطحنته. غادي ندخل الشوفان فيه كيجي زوين ممتاز. وغادي ناخذ بيضه غير البياض ديالها اللي غادي ندخل في هاد لافارس هذه ونحتفظ بالصفار للعجين. وناخذ كميه من السكر كلاصي وماء الزهر باش غادي نعجن. غادي نوضع الشوفان والمكسرات والسكر كلاصي. وضعت بياض البيضه. غادي نخلط الكل نخلطهم مزيان. ومن بعد غادي نضيف عليهم هذيك الكميه ديال التمر حتى هي. هاد بياض البيض غير كيجمع لينا هاد الحشوه هذه. ومن بعد غادي نبدا ندخل فيها ما زهر يعني بشويه بشويه. يقدر كاس ما تكملوش يقدر تكملوه.
انا حين استعملت الشوفان، نتوما الا ما بغيتوش يمكن لكم ما تستعملوش. انا غير بغيت ندخل هذه الفكره ديال الشوفان باش يتمكنوا الوليدات من الاكل ديالو حتى هو. كتجي العقده ديالي على هذا الشكل هذا، وغادي نغطيها ونخليها ترتاح على جنب، وندوزو باش نوجدوا لاباط او العجينه ديالنا اللي غادي نصايبوا بها هذا المقروط ديال الشهده. اذا هادو هما المكونات باش نحضروا العجين ديالنا. غادي نحتاجوا جوج زليفات ديال دقيق الفرص، ونصف زليفه ديال دقيق الذره او نشا الذره مايزينا، عفوا فانيا، والصفار ديال هذيك البيضه، وكأس مملوء من الزبده المذابه، وكأس من ماء الزهر للعجن باش نجمعوا العجينه. اول حاجه كنوضعوا الدقيق ديالنا في واحد الاناء كبير، ومن بعد غادي نضيفوا ليه دقيق الذره النشا، وغادي نوضعوا باقي المكونات تدريجيا اضافه الى الملح. ما تنساوش باش تجي التنسيمه ديال الملح باش ما تجيش باسله مسوسه. ومن بعد غادي نضيفوا هذاك الصفار ديال البيض اللي خلينا، وغادي نضيفوا كأس الزبده. من الافضل دوبوها وخليوها تبرد شويه، يعني ما تضيفوهاش سخونه لان راه كيتواجد البيض. ومن بعد غادي نضيفوا كيس ديال الفاني هذا للتنسيم، هو وماء الزهر كيعطي واحد النسمه زوينه بزاف. كنبداو نعجنو غير بشويه بشويه بهذاك ماء الزهر، يعني حتى تجمع لينا العجينه غادي نخليوها شويه تكون رطبه رطيه. وما تخافوش، راه العجينه هذه ما كتلصق ما كتهرس ما حتى شي حاجه، لان ماشي عجينه بحال ديال الصابلي. هاد العجينه هذه كتجي زوينه بزاف. دابا غادي ندلكها واحد شويه باش يدخلوا كاع العناصر فيها، يعني تدلك من الافضل. وغادي نحتفظ بها جانبا بعد ما دلكتها مزيان. غادي ندير عليها واحد الكيس بلاستيكي، ما غادي نحتفظش بها بزاف، غادي نعجنها مباشره، يعني نخدم بها مباشره. غير درتها باش نمشي نوجد ديك الحشوه، يعني نديرها حرابيل او الشكل اللي بغيت ولا كويرات، يعني كتكون موجوده. ملي انا غادي نبدا نطلق في العجينه ديالي الحشوه كتكون موجوده. غادي نطلقها على هذا الشكل هذا، غادي نبقاو نطلقوها مزيان حتى تولي لنا ديك لاباط رقيقه بزاف، يعني ما تخليوهاش غليظه. وما تخافوش منها، راه ما كتهرس ما كتلصق. انا غادي نبقى مستمره معكم باش نوريكم جميع الخطوات اللي قمت بها، يعني خطوه بخطوه. والفيديو دابا راه شارح نفسه، يعني كل شيء باين كل شيء واضح. غادي نبقى معكم باش تمكنوا حتى نتوما من تجربه هذا المقروط هذا اللي كيجي زوين بزاف. في الحقيقه كيجي هائل ومختلف كذلك على المقروط اللي كنا كنعرفو، يعني من شحال هذا كنا كنعرفو المقروط الوجدي او المقروط الجزائري اللي كله تمر، ولكن كيجي شويه ما محببش لدى الصغار كثير مع ديك القرفه اللي فيه، يعني بزاف اللي ما كيبغيوش. كما كتلاحظوا هذا هو الشكل، يعني السمك ديال العجينه ديالي. غادي نوضع دابا هذاك الحرابيل ديال اللوز والجوز والتمر اللي وضعته الشوفان، شتو كما كتلاحظوا. غادي نبدا نرولي دابا هكا على شكل طولي. غنبقى ندير بحال هكا، يعني غادي تكون عندي دوره ونصف. ملي غادي نكمل هذيك الدوره والنصف غادي نحاول نقطع بالسكين. عادي نقطع العجين ديالي كما كتلاحظوا، سكين حاد. وملي غادي نسالي، يعني غادي نعاود شويه نروليها باش هذاك الجنب هذا ما يتحلش ليا، يعني غادي نرولي واحد شويه باش يتضغط لي هذاك الجنب. وغادي نبدا نقطع في المقروط ديالي، يعني بالشكل اللي بغيتو، يعني كما من الافضل حنا كنعرفوا شكل معين. غادي نحيد هاد الجنيبات هادو، وغادي نقطع يعني بالسمك اللي بغيتو نتوما. وغادي يقدر تاخذوا هاد القطعه هادي تعبروا بها باش يجيكم نفس الاحجام، يكونوا متقايسه، نفس الشكل، يكونوا قد قد. وكما كتشوفوا الفيديو راه شارح نفسه، يعني عطيتكم داكشي بالتدقيق
ودابا غادي نبدا ناخذ واحد نتاف اللي يكون ديال المطبخ، غادي نشريوه خصوصي لهاد الحلوى هادي. غادي نبداو نديرو بهذا الشكل هذا، نديرو بحال هكا، نوضعوه الاول ومن بعد غادي نبدا نفاوت، يعني التقبه ما كتجيش فوق التقبه الاخرى كما كتلاحظوا. غادي نكمل بهذا الشكل هذا. ملي غادي نكمل غادي نوريكم الطريقه الاخرى باش يتحلوا هذوك العوينات، باش يجيو على شكل شهده ويدخل لهم العسل. غادي نحاول ندير هكا على شكل الجنب، يعني ناخذ الراس الفوقاني مع التحتاني، يعني بحال كنعوج هذاك النتف هذا كما كتلاحظوا. هذا النتف هذا او منقاش، كاين اللي تيقول لي المنقاش، كاين اللي تيقول لي النتف. غنحاولوا نديروا بهذه الطريقه هذه، وغادي نبقاو مستمرين حتى نكملوا جميع العجينه اللي عندي، يعني جميع داك المقروط اللي عندي كله غادي نستمر حتى نكملوا تماما. ملي غادي نكملوا غادي ندخلوهم غير الفران، يعني غيطيبوا غير في الفرن، ما غيتقلاو ما حتى شي حاجه. غنطيبوهم في الفرن بشكل عادي، نوضعوهم في الفوق حتى يتحمروا من الاسفل، ونعاودوا نهبطوهم باش يتحمروا شويه من الفوق. وراه العسل ديالنا واجد. بعد ما غادي نخرجوهم سخان غادي نوضعوهم مباشره في العسل حتى يشربوا داك العسل مزيان ويجيو مشربين، كيجيو لذاذ بزاف. وهنا تقريبا كملت جميع المقروط اللي عندي. داكشي علاش ما هدرتش، يعني العمليه طويله كتحتاج للصبر شويه. وهذا غادي ندوزو دابا، غادي نطلقوا العجينه ونديروا دوائر باش نوريكم الشكل الاخر. نضعوا كويرات من هذيك الحشوه على هذا الشكل هذا، ونحاولوا نجمعوهم كما كتلاحظوا، نضغطوا عليهم هكا ونجمعوا بالجنيبات حتى تجمع لينا، يعني تغطى هذيك الحشوه تماما، تولي على شكل كويره بحال حلوى مكوره بهذا الشكل. وملي غادي نسالي الجميع ديالها، يعني نسالي جميع الكويرات اللي عندي، غادي نحاولوا نديروا لهم نفس الشكل ثاني بهذاك النتاف ديالنا، يعني نزوقوهم
ودابا غادي ندوزو باش نحضر معاكم ونوريكم شكل السيجار حتى هو بعد ما خدمت معاكم كما لاحظتوا شكل الهلال. يعني هاد العمليه كتطلب الجهد بزاف وكتطلب كذلك الصبر. يعني هاد المقروط الا صبرتوا وقاديتو كيجيكم ناجح ودائما من بعد الصبر والجهد كنحصلوا في الحقيقه على نتيجه مرضيه، شي حاجه اللي اكسيلون اللي كتفرحنا في الحقيقه وكتنسينا في هذاك العمل وهذاك الجهد اللي قمنا به. يعني هذيك هو ثمره النجاح. يعني شي حاجه لا نجحات لك وصدقات لك هي ثمره النجاح في الحقيقه. ودابا غادي نخدموا شكل الهلال كذلك. نديروا نفس العمليه يعني نفس الشكل. نبقاو غاديين بهاد العمليه هذه، نبقاو مستمرين بهاد الوضعيه هذه حتى نكملوا جميع العجين اللي بقات ليا. كما كتلاحظوا راه العجينه ما كتنشف ما كتقروش ما حتى شي حاجه، كتبقى هي طريه زوينه في الخدمه. غير احتفظوا بها في كيس بلاستيكي قبل ما تستعملوها، يعني قبل ما توصلوا ليها وانتم كتخدموا في حاجه. يعني العجين الاخرى ديروا في كيس بلاستيكي باش تبقاو محافظين عليها، باش تبقى حتى هي شاده الطراوه ديالها. وغادي نبقاو على هذا الشكل. دابا كنحلوا هذوك العوينات ديالها حتى نكملوا باش ملي كنوضعوها في العسل، يعني هذوك العوينات هذوك كيجيو شاربين العسل كيدخل لهم كميه العسل. دابا هاني ساليت كاع العجين اللي عندي، غادي ندخلها للفران مباشره كما كتلاحظوا. غادي نخليوها طيب على نار مهيله حتى طيب من التحت ونهبطوها تكمل التحمار ديالها من الفوق. هذا هو شكل التحمار ديالها. انا ما خليتهاش تحمر بزاف، يعني خدات غير هذا اللون كفايه. نتوما الا بغيتو تحمروها لكم الاختيار، يمكن لكم تحمروها حتى تاخذ اللون الذهبي. وضعتها في العسل، غادي نخليها واحد المده حتى تشرب هذاك العسل مزيان. الا وضعتها باقا سخونه، دائما وضعوها تكون باقا سخونه، نغطسوها في العسل باش تجي شاربه في الحقيقه. ودابا اني وضعتها في الكويرطات كما كتلاحظوا بهذا الشكل هذا. كيف ما كتلاحظوا هذه هي النتيجه اللي حصلت عليها. هذا المقروط ديالي اللي كيجي شارب وكله عسل، يعني واحد النكهه واحد النسمه اللي فيه زوينه في العجين اللي ما كتجيش غليظه نهائيا كما كتلاحظوا. هذه هي الخليه ديالنا وهي اسم على مسمى، يعني دوك الثقوب راه عمرو بالعسل. وهذا شكل دوك الكويرات اللي كيجيو تا هو المنظر ديالهم زوين بزاف. وكما كتلاحظوا شكلها انا قربت الصوره باش تشوفوا، يعني العجينه راها رقيقه حتى كتبان لينا الحشوه وكتجي رطبه كتذوب في الفم، ماشي عجينه اللي كتجي قاصحه ولا شي حاجه، كتجي زوينه منسمه برائحه ماء الزهر اللي كتعطي واحد النكهه في الحقيقه لذيذه بزاف. وهذا هو شكل الهلال كذلك وشكل السيجار بعد ما وجد. كنتمنىكم تجربوا هاد الحلوى اللي كتجي في الحقيقه زوينه وسهله، اقتصاديه وغير مكلفه، الا انها كتطلب شويه الصبر. وبعد الصبر كنحصلوا على نتيجه مرضيه. وكنقول لكم دابا بصحتكم وراحتكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. تسناو ديما الجديد معايا ومع نوره، والى اللقاء.